اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست بلال. اليوم معنا ضيف مميز من الناس اللي كيخدموا بالصمت، ولكن الاثر ديالهم كيبان بقوه في الميدان. الضيف ديال اليوم هو استاذ التعليم الابتدائي وكذلك نائب رئيس المجلس الجماعي لتغبال. ماشي غير هكاك، هو ايضا عضو المجلس الاقليمي لزاكورا، وكيتحمل مسؤوليه نائب الكاتب المجلس، وكيمثل جماعه تغبات في مجموعه الجمعيات درعتها خلال للتوزيع. الرجل جمع ما بين التعليم، السياسه والعمل الجمعوي، وكيحاول يخلق التغيير في الميدان بواحد الروح اللي كلها خدمه وهم وتماره لصالح العام. غادي نهضروا معاه اليوم على مساره في الواقع ديال الجماعات المحليه وعلى الامال اللي باقي عند الشباب. معنا ومعكم اليوم ضيف اللي هو تعرفوه ربما، اللي هو السيد يوسف معلي. سي يوسف معلي، مرحبا بك واهلا وسهلا مره اخرى في برنامج بودكاست بلال. اولا السلام عليكم. سي بلال، شكرا على الدعوه. اولا نشكركم على هذا البرنامج اللي الاسم ديالو بودكاست بلال. اولا ايضا الشكر للطاقم المساعد لانجاح هذا البرنامج، اللي في الصراحه برنامج زوين اللي كيعطي فرصه للشباب للبوح والتعبير ومشاركه مجموعه من المعطيات التي لها علاقه بالمنطقه، ولما لا حتى على الصعيد الجهوي والوطني، ولما لا الدولي ايضا ان شاء الله في الحلقات المقبله ان شاء الله. سي يوسف، قبل نبداو الحلقه ديك شيقه بزاف ننتظر الحلقه يدا باش تدسن بزاف الاسرار. سي يوسف، قبل نمشي الاسئله المهمه ضروري خصنا نسين شكون هو يوسف. شكون هو يوسف قبل السياسه؟ يوسف بعد السياسه. السؤال الثاني يوسف داك الجماعه سي الاسئله ديال السؤال هو يوسف ازاسكسوت، يعني يغفنك كسياسي ولا يبغي بلاد غير صدفه انك مثلا تزعم تصدق تقول لي تولد ديك حاليا. راه عافاك توضح النقط الضغط. ومرحبا بك مره اخرى. اولا بالنسبه للسؤال مزورو ميغاني يوسف المعالي شاب من دوار ايتمنات، تابع دراسته في مجموعة مدارس تغبال، ثم الإعدادية تغبال، ثم زاكورا في السيد أحمد بن ناصر. أستاذ التعليم الابتدائي في مجموعة مدارس تغبال، عضو بالمجلس، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لجامعة الترابية تغبال، ونائب كاتب المجلس الإقليمي لزاكورا، وأيضا عضو وممثل الجماعة فيما يخص مجموعة الجماعات للتوزيع بدرعا تافيلاند، بجهة درعا تافيلاند، اللي غنجيو نشرحوا هذه المجموعة شنو الدور ديالها في فقرات البرنامج المقبل إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثاني، شنو يوسف كما هو في الأول حتى هو دابا نفس، غير التغيير انه في الاول الوقت اللي كشما اول مره انتخبه باش يقعدوا ديال المجلس الجماعي 2015 صدري مثلا 2025 مده 10 سنوات بزاف الامور تغيرت. النظره مثلا الوقت اللي يسيلغور اللي الجماعه اللي نت الامور دنا ما هو يسكن المجلس مشي، ما هو يسكن المجلس مشي، ربما الحمد لله الولايات مزوروت كيف رئيس لجنة المالية المجلس السابق تدغي نائب رئيس، إلا الفرق مزيان حيت سري ماشي بحال سري تليت برا وتنتمس الجماعة تغيت مواطن عادي، ماشي بحال سري تسير تليت تسير تليت تقدر تصوت في القرارات تلاقينا، إلا الفرق بزاف. ولكن كشخص يوسف ماشي لا شي لا يقال ولا يقال، ولكن بزاف الامور نكتسبت نتمنى ايضا اتوريجي معناها شي حاجه انك تعضو بالمجلس الجامعه ماشي تشريف انه نائب رئيس من نائب كاتب، وانما تعتبر مسؤوليه انك تمثلت ساكنه يد مؤسسه اللي لها دور في تنميه البلاد
وإعطاء الصورة الجيدة للمنطقة. سي يوسف، يعني لكل بداية نهاية، ولكل بداية دائما ديك الصعوبات. السؤال اللي دابا يوسف هو شي الوقت اللي خدمتي ديك المجال لا بد في الصعوبات. جندني مثلا استفدت كان الصعوبات مش داش حتى انا يتمازرت، يعني نغير يتمازرت انه يوسف إيجاية شخصية سياسية مش السكسيون الكبار السياسيين اللي كيزورنا في ديك المجال. إذا حتى انه هو داك شنو دايرين ناس سميت كذا هذه زند الاحداث مدارات السنه بالضبط الحوايج هما. خاصي بالنسبة لسؤالي أنه البداية نفس دائما دنتيني أنه أي مجال تكشف تزوري دنتيني الصعوبات. من بين الصعوبات ربما أرتقي صعوبة غير أنه بالنسبة الفهم داي هي الصعوبة أنه نكيل وقت لا غير ترشح لا نبني خاطر اللي كيتيني دريني ديال مثلا أنا سيفهم وديما أنا كنت دنتيني وادا غير يتيني الجامعة خصني يعني الخطر كان يرجع خطر مع الشباب ديما دايتيري الامور دايت سيار ايضا كان صعوبه. اما من بعد قبل مدن حيت ما قال مجال السياسه الانتخابات مثلا انه خصها المواطن يكيت انتقاء هذوك المواطنات واخا يتبصر وانا قلنا انت اللي تغار بدا من المواطنين راك كان المواطنين راك صافي انت كيتصوت انت كتصوت باش انت اللي تمثلت المجلس ديال الجماعه تزوري ايضا الوقت اللي نداس من الدانا راس نتيني علمي ورني فيه كان صعوبات هذا تيني لا واد هذاك تيني كاين غير تكشي معاه وهو انا ايضا كان من الصعوبه هو انه تزوري من داك تيني يا اللي سينما الزي يكشف السياسه يا سيدي يا شاب ايضا كان. اما من بعد ذلك ربما الامور مشيت على لنا اسرك كثيره بنادم صافي ودات لي كذا الصعوبه هي نزري المنافسه ما بين باش انا نربح التويت المقعد كاع نسين الجماعه حيت هي ماشي لا انا انه كي تمثل هذا عضو ديال المجلس الجماعي للدائره الثانيه ديال الجماعه انتخبت ديك 16 دائره 16 اغرم يتمنى ديك 4 دوائر وراهم في الدائره الثانيه اللي كتمثل عضو الدائره الثانيه ديال الجماعه. ربما بصفه عامه قلت لي كان صعوبات كان يقصحنا باش هي ولكن باش ويدا غيزوار ندير السياسات وانا شوف اسالي انت كنت تايد المجال على حسب تسبيين الرهبان اللي كدوانا ربما ودويدا داك استقبال لا داك الطوفنا فوز باش هذاك يساعد فيها انت دور استكرت ماشي لعبتي ضروري اي مجال تكشمتي دائما لان يديك كتنا تبارك الله على السي يوسف مره اخرى. اول مره درت انتخبت يعني اول مره يعني ربما 2015 يعني اول مره انتخب شمس الانتخابات الحمد لله نجحت في الانتخابات. الا غادي يصنع الاحساس انك اول مره تفوز بالانتخابات تمثل خطوه زوارت تسكرمت كفريق كشخصيا يوسف الفريق نادي خلال الخطوه تنزواريك نتسير مكود بالبيت. بالنسبه لسؤالك اول مره اللي مشيت نسكر اللي يكشف من الانتخابات تمثل الاحساس بالنسبه كاين باش كشف هذا المجال السياسه تمثل ديال المجلس الجماعي وليكي انني خطه مدروسه ربما صيفنا 2015 تويا اللي مازير اللي نيت الشباب مغيرين على المنطقه قلنا ربما كاين 6 7 يصيغر مني يتمنى المجموعه نساو من الوقت نامي المشاكل امان الضوء انا نزنقي ضمن تخصص الاناره العموميه ديالنا صافي ننال انه خص الهدف هي للتغيير حيت ربما الاعضاء الدائره يمثلن المجلس قبلنا 2015 ودي لنا الولايه 2009 2015 لو كنا غورلين التسيير هذا الثاني لان المعارضه ربما اين تمثيليا سن ونيني معنا وديك سلبيه ولكن اسرق ودات سيارتي لا نتس الامور ودات وانا خصوصا الا المشاكل ما بين اعضاء الجماعه وهو الأغلبية وهو المعارضه
صافي انا الديوانه اللي نكشمها نكون دايرين على الشباب انا مسقسا فهمتيني، ولكن في الاخير انه لنا الشباب ودي الدان انا خصهم حتى توريد تمكن انا تلا الموافقه خصها الموافقه الوالدين ضروري صافي. مشي ذاك انه كاين السي عبد الله الديقمان باش ناخذ الغمار من الانتخابات جماعيا 2015 2021. لو قلنا اللي تجري الحمله اللي تجري ما يسمس الانتخابات عندنا التصويت الفرز الاصوات. لو قلنا انه يوغدني ماشي نتينيويد وانما نفوز المقعد الدائره الثانيه بجماعه الدرباء. السي عبد الله لم يحالفه الحظ، ولكن لو قلنا لا عبد الله عامر يتمثل الدائره واحد صافي. ربما ايضا تبدا الفكره اللي وانا. اما بالنسبه للاحساس الاول الفوز بالانتخابات ربما تيلي دار الاحساس انك تيويد المقعد حيت ما درتي لي دار المنافسه درتي لي منافسه شي دي او دي يترشح نسينا المقعد ايضا كان الاحساس انه درتي لي دار الاحساس الفوز صافي. انه بعد الغمار الفوز بالمقعد تدل الغمار ديال التحالفات لقطنا اللي يدتيني انه نفوز المقعد المجلس الجماعي تدل التحالفات بعد يزري الصداع عندنا التحالفات مريق الراس ربما لقطنا يحالف على الحظ انه اللون الحزبي تمثل حزب التجمع الوطني الاحرار الولايه يفوز 9 المقاعد لقطنا ديال المجلس الجماعي قالوا لقطنا غير 15 عضو فوز 9 نفوس 9 صافي. التحالف الا غورنا كحزب ولكن احتمازيرت ودايتي لي دان التحالفات الاحزاب اللي التحالفات نغرمان مثلا المرشح نغرمان يتحالف دي غرميل دا غرمنا اللي نكون المجلس صافي يبدو الغمار تسيير المجلس. لقطنا مشيت داك نفتي زوير انه اول مره المحرات فهمت ورميزوا على انه كان نائب رئيس كاين غير قال لقنا رئيس لجنه الماليه يت اللجنه باش استسلم انه يت اللجنه تيسكر تقترح الميزانيه الجماعه الميزانيه المصاريف المداخيل في التسيير والتجهيز ايضا تقترح انت تينا الامور او الامور ما يخص البرمجه مثلا الجامعه راه تسكر مثلا تبني كان شاطو كان هذا اقتراح المالي تدي تدور اللجنه ما بزاف من المشاريع لا بدون ولكن وردت تمل. نسمع بزاف المشاريع انه ريت تصلح الحاجه ما داك هي الحاجه ولكن وردت تمل. المشكل بالضبط ما قلنا نرى نسنا يوسف ما يتوقع الكواليس نرى نسنا داغ الاحداث يتوقع الكواليس ما غالي المشاريع وجدت تمالان يزيد المشكل اللي الميزانيه المشكل اللي طريقه التسيير. بالنسبه للسؤال كسي بلال ان المشاريع انه هناك بعض المشاريع متعثره ودات تيرين ودات تكمل يتوبلان ربما يستقبلت غرنا الجامعه واللي كرا المشاريع اللي تينيت بدان ورتو كمل ربما غير لا بعد المشاريع انه لا المجلس السابق ولا المجلس ويدي زرينا كي المجالس السابقه لن المشاريع انه اضغار يعني تي المشكل يضغار يدو سرس المشروع لان حيت اضغار دي ساعات خاصة مثلا مركز الأسبوع مركز تجاري وندير أنت من الجامعة هي مشروع حناني ولكن أضغر ورسائل حاليا اللي مثلا الشارع خطر غير نجاح أنه حيت ندنا راه دايرين كيرون ديال الموقع استراتيجي حلال. أما بالنسبة
انه بعض المشاريع ما قال الكواليس كيفاش تمشي باش توهياد وانا شوف المواطن او المجتمع غادي يسكر مثلا انتيني مثلا المشروع فلاني ريلي دايت انت مثلا واش شهر شهرين صافي درت صرف حضر المشروع لا شوف انت مثلا الا هنا المشكل هاتي مثلا ينطلب ترسيدية الجمعية المواطنين يسكرني ينطلب وانا المجلس ياتينا الطلب يصوتوا هذا يتسمى مشروع ياك هذا يتسمى مشروع لأن ما يسكر المجلس دا يترافع وقت باش يسكر الدراسة يسكر انا الغار يوفر الغار يوفر هذا يتسمى الترافع اسرك تسوجت كلشي الغار الدراسة التقنيات كلشي يعني شحال ريتيش انا هنا دنا المجلس يسكر الاعتمادات المالية شحال يقارن ريش بلاد غار عينا على المشروع اسرك يسكر الاعتمادات المالية عاد دي تدو باش تلونصات المشروع مثل المقاولين راتيان اي عسري اتي لدى المقاوليه مسطا ما عاد رد تدنفي معنى باش يزري كاع مشطا المده ولكن المواطن انت ذيك التيني لا ودنا ما استدريني مشروع مثلا واد الحار في ظرف اسوقات مثلا صافي خصي الديف انه ينيل اشغال صافي راديني ربما يدا يتقن من بين الكواليس داكي زري اي مشروع ماشي نيني انه صافي هذا المقترح المشروع اسكا مالوف السيمانه مالدونات راتبنا في ارض الواقع يعني تسب الامور انه ودا تحتاج كما سطيري ربما غير قرار رئيس الجماعه ولا المجلس غير الف الامر في وقت واجز سي يوسف علاش بزاف ديال الجماعات ماشي غير تاع تغبال جماعه تغبال وانما او الجماعات الجوار زمتي بودا تزاريف الحسيه ديت غيمي داغ الملعب القرب ديت غير حل اغلبيه الجماعات ولا هي تغل الملاعب القرب بالضبط بقى لي المشكل اش المشكل اللي كاكال تواصل ديت وكال مازال تقولون كاين كال مي تفضل ما تركز نخف الاولويات على انه تركز نخف الملعب حيت ملعب القرب كان يد الحاجه هي المهمه للشباب بدا تمارس الرياضه علاش وتركز انه او يلين الملعب القرب شت مازال بالنسبه للسؤال ديال سي بلال انه علاش بزاف كيشوفوا ملاعب القرب ان كيبقى حلم بالنسبه للشباب ولا بصفه عامه الساكنه ايضا بالنسبه لملاعب القرب ثلاث نظره اقليميه ماشي غير كجاء اكثر بالنسبه للاقليم زوره ماشي غير كجماعه او جماعه او تتمن بين الاهتمامات الناس انه ايضا ملاعب القرب تذكر من البرنامج الجماعه الولايان 2021 2027 وايضا بالنسبه للسلطات الاقليميه بزاكورا ممتلئ بالعماله ممتلئ بالسيد العامل اقليم زاكورا ايضا المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه والمجلس الاقليمي لزاكورا ايضا الجماعات الترابيه انه ثلاث نظره ثلاث اتفاقيات شراكه ان كل جماعه يريسيني يعني ملعب القرب كل جماعه يعني ملعب القرب انه اول تجربه ربما البدايات التي لي كل جماعه يسيني ملعب القرب ربما قدام دا غينا تدو الملاعب بالنسبه لكم كجماعه تغبلت الا الملعب نا يتوبنا دغيا يتو سلام الجمعيه يتوبنا ربما اكثر يوريسين ديك التينما دي زرا اكثر كيضينك ما قلنا قايت بودا ودوري اللي تغبل غنا كني الا تغبل الا تغوليت طور تغوليت هي الا ثرت المدرسه دان تغوليت الا ديك سينا ملعب القرب في اخر الدوره المجلس الجماعي نزري لنا الاتفاقيات شراكه تسيير الملعب ما بين الجماعه والجمعيات تغوليت للتنميه والجمعيه والمديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي اما
دنتيني كجماعه تقبل تيان ولا غيي ولما لا ينيان انني مثلا يان ما بينيتي الشيء تحدو تاع مريت اليان غيلمو تاع قشا تاع غنبوط اليان مثلا غير مركز مركز تلاقلو مثلا الي دايان هي فرض ولما لا ايمن واسيف هدى باش ولنا ولكن ايضا دي تدو يد سياد مع الوقت ان تيلي داود نيت النقطه انه وهذه مناسبة أيضا أنه المديرية الإقليمية رات ريلي ديال الملعب القرب يتغباد ولكن ريلي أبو سن المؤسسة للتعليم قصدي مؤسسة ريلي أبو سن المؤسسة الإعدادية ولكن ريلي ماشي هي ملعب القرب غير الأرضية راتي لابو سن المؤسسة تكلف زرت المؤسسة ولكن رات تستغل من طرف العموم هي العموم بالنسبه ديال او التيران ديال يشتغليت خدمتي يمكن غير اكثريه غير كاين مثلا الملعب القرب ولا نختار وخيتي لك تغوليت اي جمعيه تتصل بالجمعيه تغوليت هي البرنامج يبين هل الفئه الدراري العام هل ربما الابواب او الجمعيه غير تسير ولا سنتينيو والجميع يعرف ان الجمعيه تغوليت ربما من بين الجمعيات اللي يخدمون او تسيرين على الملعب راه فرصه لجميع الجمعيات لا تهتم الرياضه الانشطه تفكر كذا الجدول حتى لا وصل الحق استخدم الخدمات الملعب القرب وريتما توعمم على الصعيد الجامعه الضوويه وهذه مناسبه ايضا انه ان الجماعه توفر سين الملعب الكبير الملعب الجماعي الا من جهه الصف ترى ربما ماشي لنا غير الملعب القرب الظل عوضا نلعب هي الساحه رانسكريا الدوري رانا عنده نويس الملعب الجماعه بحكماش دين دار يتساعد او الملعبين الجماعي يتساعد من ناحيه التسيير الفروق التسيير لا يظهر الجماهير لا يظهر الفروق لا ربما البنايات لا يخصها غير تستغلها عوضا تلعب الشارع مثلا الساحه عموميه خلاص نلعب الاحترام سي يوسف نحن يعني سنه 2025 بارك الله عالم السرعه والمغرب مقبل على تنظيم كاس افريقيا وان شاء الله 2030 تنظيم كاس العالم ولكن التنظيم الجماعي ضد الجماعه تغبط مازال تعانى ابسط الحقوق من بين هذه الحقوق يعني هي الاناره العموميه بزاف من الشوارع او الازقه على العموم او بزاف من الدواوين مازال تعانى بالضوء على حفظ الضوء ممكن تشرح لنا با يوسف علاش بالضبط انه بعض الازقه لا حديث الاضويه وعلى ما سمعت انه الزنقينا مثلا يقيس لنا مرشح الجماعه يقيس لي الاناره ويقيس لي المرشح ديال الجماعه يعني مسني الفرزيات ممكن تشرح لي علاش بالضبط بالنسبه للسؤال الاناره العموميه السي بلال انه فايده الموضوع خدمتني انه الزناقي يسالسن ربما كمثال قال مركز العمل ديسكر المجلس ليس غير مركز وانما بصفه عامه الضوئيه الجماعه مقارنه نقارن مثلا الولايات السابقه انه الى بعد الاعتماد سيد المصابيح الليد الاقتصاديه الى العمل انه قليل ما يقدر تفكر غير في حاله الا العطاب ويسيل الشخص المكلف ونعاون الجماعه يسيلوا ورتي صليح داير درنا تسنت المواطن ما يتي انه غير في حاله ذو تصليح هضوانا ينيك والقيمه بلا ضوء السلسله وقته درنا ولكن انه بصفه عامه انني انه المشكل الاناره العموميه الا غير الجماعه وريي المشكله بها وانما غير كمثال غير المركز كتلقت غورنا انا من يمكن اغرمق من هذه تنزناقي شقي كنتكشف تسقيت بها هي هذه زري ديك سنتك الضوء وانا ولكن غير حتى دو سيدي كاين سيغور الشاطو غير تدو ترى غرمق دين انا من يمكن تخنيشه
إلا الضوء. انا الا ديك الضوء خصنا اون بخصدي غير أو الكنكار خلاص. هذا العام هي ضد توسيع الضوء الا نضي لا نتناقض مثلا وشي نقص اللي وانا ولكن محريك من المقاوين توسيعه محريس من الضوء المحرى داك يكشف من الضوء المجلس وانا المجلس كمجلس انه نبرمج باش اني المصابيح خصوصا ايضا التوسعه ديما الا ادعى الاصلاح انه دائما المجلس الميزانيه السير دائما الا خصوصا المبلغ انه دائما ياتي للاصلاح المصابيح الاناره العموميه. وهذه مناسبه ايضا انه بالنسبه للمركز في اطار ديال البرنامج تاهيل المركز انه الشارع يدا خطر ولا شارع ضد الكوليج ولا شارع الا ما بين الجامعه ديريك دوار تلاقلو الجامع ما يتلاقلو الى يستافد يد الاناره عموميه يعني الطاقه الشمسيه باش اي اني نادى المشكل الاناره العموميه انه سكي الا اعمده حتى النموذج نسحن نغر المركز الصحي الصحه ربما تنيتنا الاعمده الطاقه الشمسيه ربما الساحه ديك تبين انه تسيده وفي نفس الوقت الساحه ديالنا نقول الجماعه ومن هذا المنبر من برنامج بودكاست بلال نرى ان نوجه الرساله للشباب المنطقه انه اتيك ديال الجماعه يطلبوا لا ياك ديال الجماعه يطلبوا لا ديال التيوتي يرسل هادشي يخفني كامل الترزي هذه غير عاون الجماعه يبدل تاكو كان ميترسل يعني لا تيخسى اذا رساله للاباء ولا سوني شرنسن انه اي حاجه هي من الدوله انت يمكن ضي وتمدوا لنا لا ممكن يستفاد اتيك نحافظ الساحه نحافظ في الكراسي نحافظ في المصابيح نحافظ في الاعمده فوانا نكون راجل يستافد اتي قريب ان الجماعه عوض مثلا تدو تسكر الاصلاح المصابيح سياده الميزانيه تغير نحتاج المشروعيات بغيت تسكر دراسه باش ترافع تزار تسوي تزار المشروع الى غير ذلك. وهذه مناسبه انه الدراري الشباب حاولات او نرزات المصابيح خصوصا الصحه دني لنا الصحينا من يمكن يصحنا الا نغر مقر الجامعه. سيوسف من الاناره كنحاول ندو سوامان ونبدوس الآن قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. سيوسف أمان كان مهم للحياة ضروري ومان يعني نكونوا بعض الأحيان تاعنا قد النقطة ومان نكونوا يتمناد تقريبا يتلاقلو الدور تلاقلو مركز خفتاني تدانبو فايدة بعض الأحيان يتوقع كالعطب يعني تاعنا المشكل ومان انت فاتت بعض الاحيان نوري سكين كان الخزان في دارت نومان انت في المشكل كما يتقنص الجماعه بانه هذا زرز من باش توصل نومان علاش زعما الجماعه دور تفكر انه تسكر البادل من غير ثاني تدان البوفيده تسكري الثاني تشابان يقول لها العطا في تدان كاسني بالنسون نحل المشكل عاد انا غنستا ما صافي غير تدعوك الا نقم عاد نغوص لا الا المشكل كما نتقن ما درت دعيه ما ترزاش تدور كم السكينه تقن بلاها ما قال المشكل بالضبط علاش هذا المشكل وما نكون في الكاس ديال خصوصا في الصيد حاولوا تاخذوا النقطه اللي جزاك بالخير. بالنسبه للماء الصالح للشرب قلتيني ديت السؤال كسي بلال انه الا النقص ربما الجماعه امان الجماعه والاحتفال بصفه عامه اكثريه الجمعيات اي تسيار غرمان يستفاد من الماء الجماعه ربما يتمنات تلاقلو المو تقشى اي تيسفو كانت تقربوت تدريس في الجمعيه تسكر ربما الجمعيه تكلف صافي الدوار تقربوت باش توفر الماء الصالح للشرب
بالنسبه المناقشه اي تيسفول استفاد هي على حساب ان توناتي مزوره الجامعات ولا نقواسي استفاد نود يحتونين ان غزلان هنا الشطيه خطاري لان يشتغولي بالنسبه لاي تمنيت تلاقلو استفاد نكوني يحتانوت استفاد نكوني يحتين واسيف وكذلك استدنا بفيدة ايضا ين 3 سنين 4 سنين مثلا انه كتنديتي لي المشكل الصيف حيت الصيف دايتي لي طلب فوانا الفرشه المائيه تنقص داو ديال الجانبيات او المواطن هذا هضر ربي سيكونوا ولا خلاص اكيد كيفاش اذا انتيني لحمه تفتنيان اسكرتا بحر السوا بحرت هي الجردة فوالا يمي لا ثلاث الجماعات يظن لا المجال اللي دغار يظن احتجا انه شيني يرد ستة بحر ثاني نخسرت ست احتجت انا اللي ترد وما سرت السوا نخسرت لين انت صورتين نقولي سرقي لا النقص اما في السنوات اي دغيا انه سيمت وعواد الشبكه يستفد الجماعه إعادة تأهيل شبكة الماء الصالحة للشرب سواء جميع الدوائر باستثناء هدى إيمين واسي الجماعة فرض كل شيء دلوقتي الشبكة بعد إذا تأهيل الشبكة غرنا مثلا المركز يتمنى تلاقلو وديتيني النقص إلا غير في حالات الصيف إذا شهر 8 أما بصفة عامة وانا انه ايضا مناسبه الضخ ان ايضا تانت بفايده تيان هي المصدر نوامان بالنسبه للجماعه وبالنسبه للمركز خصوصا حيت توفر الصبيب يحلان دي تغمي غير تسيير تسيير بغير الطريقه نسير ماشي الطريقه كجماعه نكونوا نسير مزيان ولا وانما حتى المواطن تود المواطن نتي مشي داك الناس مثلا سري الصيف دغيا مثلا اذا يزري اذا يتي لي المشكل الصيف دس تكيت دات نبضو مثلا الجهتي دا الساعه الجهتي ارض اردي سود دي تدوي كان تاينك هو دات كان من فرزيات واي نور اللي الجماعه اسرك الندره تحاول استسير شويه عادله نقولوا النصيب ولكن الحمد لله بعد هذه التساقطات ربما لا السفيدة ولا السنوات المقبلة إن شاء الله أنه نتمنى هذا غادي لنا بشكوري للنقص باش نديروا النقص كامل خلاص لا تجرست علاش لو تفكر زعما الجماعه انت تسكر البادل صافي نركزوا خدموا فيه شوف البديل مثلا أن السلطات الإقليمية من السيد العامل حريص أن جميع الجماعات أنه أثنين اللي يقولون ومان نسد إذا كان الرؤية الإقليم نسد أقدس ربما جميع الجماعات 25 جماعة الإقليم 4 أيسين ولكشن معنا اثنين نقولين ومان منهم تقبل منهم تقبل ولكن ماشي داونيني مثلا أنت قبلت ولا تسير ولا تستفد ومن نسد أنني صافي نقي من بلا منع ولكن تعليمات السيد العامل أن الجماعة لا تستفزي سنة محطة تصفية أصفنا مان باش كاين سنة دار الملوحات ولا باش كاين أنا اللي ما أو تاني تبو فايدة دغيت لو أنت تلاتيك باش تستافدوا أنت العملية بناء محطة أصفنا مان تيني دات المحطة يظن راه تيلي جهتين يتحدوا تاع عمريت يتمشوا المشكلة أنه سين غير هدفين كان وانو داك ومن مزيان باش توفر ولي ما ماشي دار لان كلات المحطه صفات ولكن طرفوا عن الممثلين الساكنه صاعد البرلمان طرفوا عن تدخل السيد العامل المجلس الاقليمي انه لما لا الجماعه داونينتي عندني نقول لهم ومن نسد باش انني زور كله يستفاد ومن نسد نقدس وهذه مناسبة أيضا بالنسبة لتجبيد المشكل ومن ضي أنه أيضا
لديك ممثل مجلس الجماعة بمجموعة الجماعات درعة فيلات للتوزيع أنه أيضا تسير الومان والقيمة كده أن المجالس الجماعة راه تسير الومان رغم أننا من اختصاصات المجلس أمانة كان ولكن بغي تسير إلى يتوكيد الشركة الشركة راه تعمد الجمعية بمعنى الجماعة كيدور إلا وسط أيضا تسير الومان راه تفويض يد الشركة قد توصل للجمعية يعني هذا نداء أو النرية لأنه هذا نداء أنه الجميع أنه ولاو كان المشكل باش قبلوا داس كتكش ميدان الشركة باش يفكوا المشكل الناس باش يسكوريا في المشكل الشركة. سي يوسف مسكريت الفقرة ديال الفيسبوك اللي هو إعلان على المتن هو أنه ضيف الحلقة غادي يكون هو واحد الشخصية السياسية ودابا الحمد لله زرمتيت اللي هو يوسف معلي وندسني الشباب بأنه أي واحد يلغوا السؤال يسقسى ضيف الحلقة فمرحبا به والحمد لله توصلنا كاع بمجموعة ديال الأسئلة ديالكم الدراري بارك الله عليكم وكنشكركم من بودكاست بلال غير هاد الحاجة دا مستنير يعني قولين بزاف الأسئلة نحاول نختصر أو نمونزري السؤال نعتذر حيت دقيقة يعني الحلقة راه نسولوا عليه لهذا قادتني كيوس يسمع يعني الشكايات الأسئلة من أهل المنطقة يعني دقة يحاول فيش نجاوب إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر السي الزعيم الحسن ببرنامجه المتميز بمثل هذه المبادرات التي وهي استضافة مستشار جامعة السي يوسف معلي وكذلك لا أنسى أن أشكر السي يوسف معلي لأنه كيفتح الأبواب ديال المناقشة ويقرب السياسات العمومية للمواطن اللي هي ساكنة التغبال. عندي جوج أسئلة نتمنى إن شاء الله يجاوبهم. السؤال الأول شنو كدير الجماعة باش تضمن مشاركة الساكنة في اتخاذ القرار ثم السؤال الثاني شنو هي المشاريع اللي كتفكر الجماعة ديرهم في المستقبل القريب إن شاء الله وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكرا للأخ بلال على هذه المبادرة القيمة من خلال بودكاست بلال. أنا سعيد بالمشاركة في هذا الحوار المهم حول مستقبل منطقتنا. فيما يخص سؤالي لعضو المجلس الإقليمي سي يوسف معلي يتعلق بالبنية التحتية وكذلك مرافق القرب. نلاحظ أن هناك تحسن في بعض المجالات لكن لا يزال هناك الكثير من التحديات خصوصا في توفير ملاعب القرب للشباب وتطوير الطرق والخدمات العامة. إذن هل هناك خطة واضحة لتحسين المرافق في المستقبل القريب؟ كما أود معرفة المزيد كذلك عن البرنامج الانتخابي القادم بإذن الله بطبيعة الحال إذا كان السي يوسف غيترشح من جديد وكذلك وما هي الأولويات التي سيتم التركيز عليها لتحقيق تنمية مستدامة لمنطقتنا. وشكرا لكم ونتمنى يكون هذا الحوار مثمرا ويعود بالفائدة على الجميع. شكرا مجددا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أولا أشكر سي الحسن الزعيم على هذا البرنامج بودكاست بلال اللي شرف أن أكون من الشخصيات الفاعلية لتقديم مجموعة من الأسئلة للصديق والرفيق السي المعالي يوسف عضو في جماعة تغبالت ونائب كاتب في المجلس الإقليمي لمدينة زاغورة. وكي لا أطيل عليكم السؤال الأول هو كالتالي. سي يوسف عن السؤال ديالي الأول هو عن الملعب الكبير لتغبل. سي يوسف هل الجامعة عندها شي خطة أو فكرة لتسليم الملعب الجماعي لأحد الجمعيات من طبيعة الحال المنتمية للمنطقة؟ وسؤالي الثاني هو عن دار الشباب، وأن علاش دار الشباب ديال تغبات ما عندهاش المدير ديالها وأي إطار من أجل تقديم الخدمات وتفعيل الأنشطة داخل دار الشباب بطبيعة الحال. اللي بغيت نفهم واش الشبيبة والرياضة هي المكلفة بذلك أم أن الجماعة
هي المكلفة، وهل يمكن للجماعة أن تقوم هي الأخرى بتكليف وريثما يتم توظيف إطار داخل تلك الحجرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مواطن من جماعة تغبلت. سأقوم بطرح الأسئلة على شخصية لها دور داخل المجلس الجماعي. فيما يخص الأسئلة التي سأقوم بطرحها، السؤال الأول: ما سبب تأخر المشاريع التنموية في جماعة تغبلت؟ وكذلك تحدث عن أهم الإنجازات التي قامت بها جماعة تغبلت لساكنة تغبلت، وشكرا. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نتشكر السي بلال في البرنامج دا نسنا ديك الفرصة الشباب تعبرن في المهارات نسن الإبداعات نسن. كذلك نتشكر السي يوسف نادي نضيف الحلقة هي. السي يوسف راك انتيني تبارك الله عليك، راك نتشكر بزاف، الرجل المناسب في المكان المناسب. السي يوسف لا نغرس الأسئلة غاد نطرحها غير ممكن. السؤال الأول هو السي يوسف الولاية دانون دغي إسلام كان المشاريع إن شاء الله ترى إنجاز من المدى البعيد. كذلك كاين السؤال والسين اللي هو أنه يعني المشروع الواد الحار ديجا أنه نسمع أنه ريلي، ولكن حاليا نسير الوالي على أرض الواقع. ما ديجا نسبب السي يوسف اللي قال تأخر الضخ. شكرا السي يوسف، أتمنى إن شاء الله تفهمت السؤالين. تبارك الله عليك. بالنسبة للسؤال السي حمزة، أنه يطرح السؤال على حسب البنية التحتية ومراكز القرب وغياب الملاعب القرب، ملاعب القرب بالجامعة. ربما السؤال إذا طرحت نجاوب بنفس الطريقة غير مباشرة من بين الأسئلة اللي نجاوب أكيد في الفقرات السابقة البرنامج. بالنسبة لملاعب القرب، أنه الجماعة ماشي طموحنا غير الملعب القرب، وإنما لما لا أن نغطي جميع الدواوير المجتمعة هي نفس المنطقة قربا أيسيلي. لما لا هي الملعب القرب باش يستفد من الشباب المنطقة. راه الملعب نسنى الملعب القرب اللي ورث الدور مهم، ولكن كمجلس راه نطرف إن شاء الله باش أيلي الملعب القرب الدواوري ماشي دار لنا مثلا ينقيتي الشوط تاع يتخلصوا تاع مريت فرد تاع غنبوس تاع الموت تاع خشا المركز انت ديك الملعب القرب يلي الملعب القرب اللي توبنا اكيد لا كتغولي ماشي دار لنا لا الملعب القرب داريلي يريلا وسن مؤسسه تعليميه الكوليج، ولكن يريق مفتوح للجميع وفي اطار تنظيمي قانوني كجمعيه هاتيك الجمعيات السيارين باش باش يستفد الشباب المنطقه من الخدمات. وبالنسبه للسؤال واش ما هي الامور التي يتم التركيز عليها من اجل تنميه مستدامه؟ سيدنا سواء في التنميه المستدامه كان المصطلح كان شامل، فسيدنا التنميه المستدامه ليس فقط الجماعه المجلس الجماعي تاعي المسؤول، وانما تكش من كل شيء الدوله، ما هو مركزي، ما هو جهوي، ما هو اقليمي، عاد ما هو محلي. انه باش نحقق التنميه المستدامه هي الجماعه تدخل جميع المراكز، جميع المصالح المركزيه، المصالح الخارجيه منها الداخليه، التعليم، الصحه، الشبيبه، التجهيز، بالنسبه للطرق الى غير ذلك. بالنسبه للسؤال محمد عزوزي حول طريقه تسيير الملعب الكبير، ماشي دانا انه لا يد السؤال لا زرس العلاقه ملاعب القرب، وخا انت مثلا غياب الملاعب القرب للجامعه الا اذا الملعب الكبير او انت فرصه تنستغلها من بين طريقه يعتمد المجلس باش يتوسيار هذا الملعب، هو انه التوسلمية الجمعية الرياضية. ربما أيضا جمعية رياضية تكون لا يخصها غير أخذ من داي باش أنه باش باش الجماعة أنت مستعدة باش
اسسني الملعب القرب الملعب الكبير باش تستغل ما هو طموحنا ونكوني غورنا تغبات دايريه الفريق يتمثل الجماعه تغبات باش نشاركوا نكونوا بالعصبه الجهويه من درعه فلان ولما لا نتمثلوا القسم الشرفي لكرة القدم كرة القدم اي لو كان الفريق غيتمثل سيدي حيتاش ربما يدادنا كاين بحكم الاقليم لانت الجماعات ورغسني اللي الملعب القرب ملعبي اخطر اما تغلى مثلا كتابات ولكن الا غرسنا الفريق خدما ولا ما نكونوا اوليني الا غرنا الملعب ولا صغير انوان وهذه فرصه باش الجمعيه الرياضيه تحركن باش تكون الفريق ان شاء الله. وبالنسبه للسؤال دار الشباب ربما دار الشباب ان سميتو غياب مكلف بتسيير دار الشباب ليس ان الشبيبه ربما اخر زياره للمدير الاقليمي ولا المندوب الشبيبه لدار الشباب انه كانت طريقه بشده لما لا اجلسكش من الجمعيات ما بين الجماعه والجمعيات باش هي تسير دار الشباب. ومع ذلك رغم انه رغم ذلك انه اي واحد يطلب من دار الشباب رئيس كيركان النشاط ودايتي لي الجماعه كمجلس يتوفر انه باش يستغل مقر الجماعه دار الشباب باش ينظم الانشطه غير انه حتى الجمعيات هي اللي اتيليات المبادره التكورسن اسكن كان برنامج مشترك الانشطه للاطفال باش اي لي تسيير باش تستغل المؤسسه. اما السي احمد قجي سؤال الناس سبب تاخر المشاريع بين جماعه التابع وربما السؤال اذا نجاوب بزاف كذا انت ومع ذلك نسمعوا انه المشروع ربما ودا يتنين برا باش يتسير ماشي بحال ودا ان المشروع باش يقريلي لان هذا انت اللي يزري بزاف المراحل من بين هذه المراحل ماشي لانه دايتي الترافع توجد الدراسه عسير توجد الدراسه خاصها الاعتمادات الماليه باش تزيد الاعتمادات الماليه للجماعه وتلورس كاين الميزانيه انه غير ميزانيه تسيير المجلس واللورس على كان الميزانيه كان اللورس كان المداخيل باش تلورس كان الميزانيه قويه يخاطرن تسمح انه تسكن المشاريع خاطر انه غير تعتمد الشركاء الثاني كان مشروع الثاني الشريك المجلس الاقليمي المجلس الجهوي الداخليه المديريه للجماعات الترابيه الى غير ذلك الشركاء ايضا كان المهم انه اذا تعثرنا ماشي الثاني تاخر ودتينين وانما التاخر قيد على الاجراءات. بالنسبه للسؤال اهم المشاريع الدراري الا ندغي الجماعه دوي الدراري ربما تلا هي البرنامج الجهوي التوسعه الضوء بين مشاريع الدراري الجماعيه الحامل المشروع تيجات المجلس الجهوي المجلس الجهه رعايه فلان جميع الضواوير على حسب الطلبات تبدا تسرسل السكان انه ريتيليه التوسعه شبكات الكهرباء باش نولي نقول الضوء باش نقولوا الا مشروع المركز الا تطهير سائل الواد الحار مشيت خيانا لنا بالنسبه للمشروع الواد الحار الاجراءات كل شيء يقول نبغي سيت اجراءات توقرا انه الاعتمادات الماليه توفر نتضغي الدراسه توفر كل شيء الا غير باش تقيم غير الانطلاقا للمشروع. بالنسبه لتاهيل المركز او انت الاعتمادات الماليه الا كل شيء الدراسه الا كل شيء اسرينا تاهيل المركز انه خصوني مثلا ماشي تاهيل المركز الازقه الدوار المركز الاعتماد ولا كلو وانما المشاريع الشوارع خطر اسني البافي الى التروطوار الى الضوء سي الشاطو يا الجامع نتلاقلو يلي دير سي الشاطو انا دائما يمكن يغرم الشارع 11
سي شاطو ديال الشارع الكولي جاود نتا ديالين الشارع سي شارع 11 مين تفريان دا مين تكون الجامع تقبيل انت الساحه تاع الجامع تقبيل سي تستافد انت التاهيل الشارع تاع مين تكون المحمد باش انت تستافد التاهيل. بالنسبه لسرينا التاهيل ليس فقط غير التروطوار وانا الا ديك البافي اللي ديك صوب الاناره العموميه. من بين المشاريع ايضا انه المجلس ديال ترفع فيها المشروع انه اذا اسكريات الدراسه على واد تغبات يتحدوا ارم غزلان الهدى مثلا مشروع حمايه واحد تغبات من الفيضانات. ايضا هو ما عندي تدوني السافه تدون ارتوين اكل من هذه من بين المشاريع ايضا في الترفع المجلسي. سي المجلس السابق يسوج 3 دراسات ولكن الدراسه كان هي المبلغ اكثر من 6 مليار ولكن الاعتمادات ديالنا الجماعات الشركاء دولنا بدات على حسب الاشطر. الشطر الاول الاعتمادات نسيل له كل شيء غير انه قيمه ديت الامور حيث الجهه المختصه ديك كان 50% باش تختار المشروع عنك انت دير لنا ورس بزاف المعايير باش تقيم المشروع عنك باش يتوختار باش يتنفذ على ارض الواقع. ربما الشركاء دا غير كان الاوكي انه التزم الاعتمادات نسن قيمه غير يتوختار المشروع باش يتنفذ. اذا مشروع حمايه الواحه من فيضان من بين المشاريع ايضا الداريه ليغا على الجامعه انه بناء ثانويه تغبات تاهيليه. ربما ايضا الثانويه هي بحكم العدد الكبير من التلاميذ الاعدادي يجمع ديك الليسي الكوليج وها سري تلوت بعد الليسي رايلين النفس او رايلين الحل انه التلاميذ الاعدادي وراه تشيرون الثانوي. وهذه فرصه ايضا راه هذه الثانويه تعزز بنيه تحتيه الجماعه. اما بالنسبه لاهم المشاريع في المجال الفلاحي انه ان الجماعات تستفد هي الاتفاقيه لانديكس المجلس الاقليمي يليديكس هيئه الفلاحه دائما نكونوا وزاره الفلاحه يلينديكس الوكالات الحوض المائي الحوض المائي غورنا كوني زبوره لا نسنت الوكالات واد درعا تفص وكاله حوض المائي لا واد نون درعا واد نون نكون المعادر سيفيد المعادر لا النقوب يتولى تزارين نطفي وكاله الحوض المائي زيز غير غريس سميان سنتها تلانتة الرشيديه. ايضا الاتفاقيه قلنا انخراط الضخ المجلس الاقليمي ولا الفلاحه ولا الوكالات الحوض المائي انه لا بناء العتبات على واد تغبان على الاقليم زبوره انه الجماعه تستفد اي الفلاحه بنانا كيد خدمنا كيد تسنت العتبات ثلاث العتبه يمين وسيف ثلاث العتبه بوق نزيز الشعبان ومان درت ليه هو نزيز نقفل غير صدان تاع مريد نادي ثلاث العتبه على واد تغبات ديدامينتيون كنوتي وحياحين ازيلان تيميتي زيلان تيسين ديكس الاشغال سين ديكس حاليا تينيت العتبه ربما يعني غرض سكارك تغبات تيجي المكان ديما معروف تدوزر سي المتنفس نظام زرس من الرحلات وهذه فرصه ايضا انه اي واحد يزورون نحاول نحافظ فوق غرنا ونتلوات هي ديناميتين تلغازيت هذيك سونتيت العتبه اخر تساقطات ديالنا تطفي ان ربما تما اخر اي ساعه انعاش الفرشه المائيه على واد تلغازيت حياره الى غير ذلك. وهذه مناسبه ايضا ان جينا على المنطقه ديال تلغازيت ايضا ان الجماعه تستافد هي المحطه تصفيه الومان
من بين النقط الضيت والناضي باش يستوستانيت ديالنا خيونا من تيكونوا دينا قلنا بوفداس بوفداس هي تيلي العتبه تلي عندما من تيكونوا ترقى في اللاني قدون مزيان دونك انت هذيك السنه توبنا ديك السنه الجدار باش امان دار انت قلت تجمعوا باش تجمعوا ترقى الساقيه تسمى ساقيه برغوه. ايضا بالنسبه للعتبات الى انت العتبات الداريت وخدام من بين هذه العتبات هي العتبه تخاطرت انه المتر دوفراج بدا يتكلف نص المشروع هو المجلس الاقليمي من زاكورا تلاديك اكثر من 500 مليون فاصلة 5 5.5 ايضا العتبه راه تيلي قربه دوار يتحدوا على واد التغبات يت العتبه تخاطرت راه تساهم انه الانعاش الفرشه المائيه على واد التغبات او دان واسب مثلا اذا تدو سيال الجهد يدي زرين ومان دا يمشي انه راه يستفيد العتبه تخاطرت راه تساهم يدان انه تدو واسب سيال باش دائما تساهم اكش من وكال في نفس الوقت حافظوا اولي التواسف في السجاد دا انتمي يتوي بزاف الاراضي تضغط العتبه تخاطر تديا سنات الا نقلق لي يد وخطا توبناق المحاميد تسنات ليك تغبات يكونوا كمجلس جماعي ولا كجماعه انه لا سنات الدراسات تلايات تضع نيتيري تخدم تلايات ينضاو انت غير الاعتمادات الماليه يخصم هذيك سنتات تقريبا 800 مليون راتيني قرب تلاقلو بين تلاقلو تغنبوت من بين او انت العتبات انه نرى ترافع زارس باش توخدم انت ان شاء الله من بين العتبات الداري توخدم ايضا ثلاث ثمان دامين تيمكنوا الشركه نيتينو دا غرسوق راه توخدموا انت تيليات العتبه ندير ارت تزريد القندرتين ما بين تقولي تلاقلو انت هنا سنين نضال سنتين دستينين ثلاث تسمى تلاقلو العليا او انت من بين العتبات دي ريت وخدم هي الجامعه ربما هذه اهم مشاريع تيلين دان تصفيات نوامان لنا يتلين البوفيده خصها غير بعض الامور التقنيه خصها باش الانطلاق ديرين ديال ما هو يضيق تسيير امان اصلاح المصابيح الاناره العموميه يلين توفير سيارات الاسعاف الى غير ذلك النساء الحوامل الى غير ذلك. اما ربما السؤال السي ابراهيم الزعيم نفس السؤال اهم المشاريع مشروع تطهير السائل انه يعني مشروع انت مشيت لنا كل شيء الا غير باش يتلونص المشروع باش يتخدم ان شاء الله ديدان تاهيل المركز الا غرس العلاقات تطهير السائل معناها اسكا بدون تطهير السائل عادة بدون المركز اي تاهيل المركز. سي يوسف مجال الصحه مهم نسكتو يوسف بان السبيطار بارك الله ما شاء الله على قدو ولكن الطبيب ارتيلي يلوغنا المشكل يطني هو يعني مشكل اللي ساعات بزاف من الشكايات توصل نزارز ربما توصل نزارز نوثنو هو انه اذا تشكى بعد نخف لي ساعات انه بعض المرات درتي لي ربما الفرزيات الاسعاف ربما انت فال الاسعاف الانتكال ما كاين لي اشكال الانتكال اذا انت فاتكانيا دسترت نطو تيري الاسعاف للجماعه ودسيتي تفا يعني ما كاين المشكل علاش الجماعه بدات تسلب يعني الاسعاف يقولنا احتجاج ما كاين المشكل بالضبط قلت وليس بيوسف. بالنسبه للسؤال المتعلق بمشكل الصحه الاسعاف الى غير ذلك بالنسبه لمشكل الصحه الصعيد الوطني دي تبقى المشكل وطني علاش كل منطقه دي تختلف حيت مثلا قلنا كنا زاكورا المشكل الاوطو انا
حكماش اكثريه الوزاره دات لونسا المباراه تضيف وانا اكثر وديتي لي التفاعل وديتي لي انهم دو داك يخدم يد المنطقه ربما السنت مثلا تلاورس الفرصه انه يخدم يد المنطقه ولكن واخا عندنا يلقى مشكل وطني الصحه لا الاقليم لا الجهه ولا الاقليم لا الجهه درعتها في ولا السلطات الاقليميه بزاوره انهم السيد العامل انه ورقي من صافي لنا تلا المشكل وكان نقي مال نسكر نبدا الحلول. من بين الحلول اللي تعتمد مشكل الصحه منها السلطات الاقليميه السيد العامل المجلس الاقليمي والمديريه الاقليميه لوزاره الصحه بزاوره انه ثلاث اتفاقيات شراكه الهدف نفسه هو توفير الاطور للمراكز الصحيه ويضيلان الجامعات كل شيء يتقبل لانت الجامعات ها المركز الصحي وها البنايات لا ولكن يقنع موضوع لا حق طبيب ماشي غير طبيب انا طبيب غير حق في المليداي ولا تدي كود سميسمنت تاع المستشفى الاقليميه تفناو دادنا والو نفس المشكل لا حق غير ما كيستقبلان باش ولا ولكن الحمد لله اذا الاتفاقيه تتبنى المجلس الاقليمي زاغورا ولا الاندكس ايضا الاتفاقيه الاندكس الجامعات المحليه كل 25 جامعه اقليميه تيلي يلي المجلس الاقليمي لزاغورا يلي ميسمنس المديريه الاقليميه لوزاره الصحه توسير ايضا الاتفاقيه يلي المجلس الجهه درعتها فيلا تزوري ان ما تقيد على الاتفاقيه انه ايضا ايضا الشركاء الى الاتفاقيه ويا نديكس يتساهم فاش باش نوفر الاطر باش عاود بعدا يبدا سير المركز الصحي رناف يعني فرملي على الاقل بعدا استقبال بعدا مدير يعني كان يتسنت الخدمات نتيتونا ولا لينا يقنعوا هل اول خطوه ميسمس توفير الاطر توفير الاطر ايضا الاتفاقيه كجماعه نتقبل نستافد ديكس لا نديكس تين المولدات ولا ايضا نتفرمليتي لا نغي مثلا يقابل لا نلقى المركز غير انه ديتي لي داير ينوانا نكون انسان نغي يخصها الا مثلا يعني دن او انت تودع انا يخدم العمل وقت العمل تلاسي البدايات الى النهايه يخدمون تريات الوقت صافي بغيت تدي شي اللحظه ربما نكون استقبال وانا ولكن دينا دنتيني الجانب الانساني غير تقايا بالنسبه للاسعاف الجماعه تتوفر على سياره الاسعاف اذا طريقه تسيير الاسعاف الجماعه لا السياره الاسعاف الجماعه تيليتين الجمعيات من بين الجمعيات دا ولا الهنا لا تغولي لا يتحدوا اي تيشو تيليتين تقشا تيلي فرد اسربوت لي لومبيلونس من الجماعه الرئيس بديت تحاول اي غير الجمعيه باش انه باش ونيني داك ورد لي الاسعاف لا ثلاث الحالات لا ربما يتكلف الولاده ولا لا الاسعافات من تدو لومبيلونس داني تدو الشغل الجماعه يلي ربما عاونيني ثلاث الحالات سنات ما تكرات نبخسك العمل كل شيء صونيني دغ وانا نمشي هي لا نسل الامور ديتي لي وانا ولكن ماشي داونيني صافات يا ورقه معناها الصحه الاسعاف طريقه تسيير الاسعاف في الجامعه تقبل تلقى طريقه معناها ورقه سوداء لحمه يستنيت لا الحالات ولكن على العموم يدن انسكريان تقييم بعد اكثريه وننتفس مثلا النساء وليان مثلا يفن مثلا الشفر تاع الجماعه الدسيه المهمه وردي ديكلو فهذا كاين زعما سفرات نيني وانا ولكن الحالات يظن دي تديكلو
هي في حالته كي كان يدا شي فرض يسكر كان مهمه ديال الجماعه بدا يتضرر انه اي وقفنا لنا واش دا انه ينفذ يد ماشي العمل. ولينا ودي ديال الدور داي صافي ترانونا، ولكن رغم في حاله ولي يشوفوا الجماعه بدات تحاول. وهذه مناسبه ايضا نشكر الجمعيات، ماشي ديال الجمعيات ولا الاسعاف بدات تدون ديال الوقت توفر قضيه الموقف. لا وقت الموقف ماشي مره ولا جوج وانما عده مرات. وربما نمشي داكنا المشكل الصحه ماشي غير غرناخ ولكن لا الحلول ماشي داكنا اتفاقيه شراكه. ومن بين الحلول ايضا بديت اعتمد على صعيد الجهه انه ايضا وحدات طبيه متنقله، الفحص الطبي عن بعد تضغيل الساحه. ربما انت او نبخص او الناس من انه تأديان الدور مهم غير من غير ديك التنين طبيب وهو انا طبيب معناه انت يجلس يزري سكانير يزري كل شيء ولا لا انه ماشي دان لنا يليقني لا المراكز الصحيه كانت نوقن دغيا بعد الحمد لله قاعد اطار اتفاقيا يسكن المجلس الاقليمي بالجهه الجماعات السلطات الاقليميه منهم السيد العامل الاقليم زاكورا تورزم بعد المراكز لا الاطور بعد على حسب اداء الخدمات يعني يوميه مثلا كان تسمي الدراري مزانين توفر اداء الادويه وديال كان سبيطاري وغير ذلك. ولكن الحمد لله اذا المحطه ايضا الوحده الطبيه المتنقله ايضا زايد ديال توفر بعدا انه ربما هذا التنية الحالة كان درام الزان كان دخان هذا تدخان من بين وايضا انه ذا التكنود الدواء خصهم بخص وانا فهمتيني عن الصحه يا وكي وانا ربما سريه المشكله الوطنيه بمعنى اذا كان ولكن نتمنى الخير ان شاء الله. اتيني كان استقصاء ايضا مشكل الصحه ماشي الجماعه تيحلوا وحده ولا المجلس الاقليمي وحده خصهم تضافر الجهود سي الدوله سيديا يا المشروع الهدف الناس هو ان يوفر الاطر الطبيه ماشي غير الاطر الطبيه ولما ايضا اعاده تاهيل البنيه والجماعه انه المركز الصحي انه لين البرنامج اللي يستفد المركز الصحي انتقبلته اعاده تاهيل واسرين لنا داخل البنيه خصها يغاود ما يسمس ودا ما يسمس تجهيزات او ننتي هي مهم وكل كمجلس راه ضروري دورنا هو نترافع باش المركز الصحي اي رزم يتوخدم الاندكس الاطر من يستقبل المرتفقين للمركز باش نأدى دورنا كسياسي. سيس بارك الله عليك استمتعنا بزاف ديال الحلقه ديالنا كنت بزاف المعلومات. قبل نختم الحلقه فلا بد كان السؤال الاخير حاول تجاوب غير سي يوسف ما يتحكم ديال المشاريع ديال الجامعه يصدر الرئيس بوحدو ما غدلات الصراعات التكاتلات الداخليه ما بين الاعضاء المجلس الجماعي. بالنسبه لطريقه تدبير المشاريع داخل المجلس الجماعي ربما نفس الطريقه انه اي مشروع بدي بدوز بعدا الى اقتراح مشروع راه المجلس باش يمزيان القرار ديال الدوره بدي تدو غير مشينا انا سدا تيني لجان دائمه الدور وصلنا من الاتجاه انه سي اللجان سي الشكايات بدي تقول للجماعه ربما المواطنين يدعم اسم العارضات مثلا كتب لي المشروع المشكل الا المشكل الماليه تسبق ماشي الاسكانيات العارضه شكايه اين شكايات نتمنى انت اللجنه التقرير كاقتراحات عن اقتراح اسيدي تدي اقتراح الدوره بدي تدو ايضا الاقتراح اللجنه بدي تدو المجلس بدات نتداول بدات نتناقش نمشي اسري نزري طوف التصويت دينا غادي تسمى قرار يمس المجلس فوالا اسري ولا ما دي تغمين دي تدل المجلس يصوت غوف دي تغمين هو التنفيذ
النفيذ هو رئيس الجامعه يضع الاطر التقنيه الاداريه للجامعه وين غادي تخدم الرئيس دوانا باش اننا يضع الاقتراح دي بدانسي اللجان يجري المجلس التداول ديك تناقش وتصويت غوت اتننا ارض الواقع ما يعني المشاريع هذا جرى التصويت ماشي داني انه اي حاجه اللي تقترح نقدو خصها تسري درتيني التصويت هي درتيني التصويت ولكن الحمد لله كمجلس الجامعه تبري دوري اللي كان معنا بزاف المشاريع بزاف النقط من درست نتضيق الدوره انه المجلس تصوت بالاجماع نوري اللي كان الحاجه انه كان التورفاض ولا اللي كان المناقشه سلبيه في هذا المشروع وانما فهمتني انه الحمد لله تجريد جميع النقاط يتم مناقشتها في المجلس يتم التصويت عليها بالاجماع ربما ايضا كان طريقه المشروع ماشي داك نبدس كاين اقتراح اللجان تقترح تتناقش المشروع اقترح كتوصيه كوانا اسرين نقول المجلس يتداول يتناقش تصويت مثلا اول سن المجلس اسريت المداولات الدوره غير داس نزيد كان ناقصات كان نكسدا نزيد نمشي باش تقدم الامور هي اسري في التصويت تلقى قرار خصو يتنفذ سي يوسف يعني الحوار شيق ديالك ما شاء الله المعلومات ما شاء الله تستفد بزاف في الحلقه إلا كتدير الرسالة الأخيرة للجمهور المتتبعين الناس من المنطقة تفضل با يوسف كتسنى الرسالة الأخيرة لك. أولا في البداية قبل الشكر السي الحسن أنه يد الرسالة ضروري ثلاث الحاجات كتغبال تغرنق ماشي غير نسوي في المركز كلشي كتغبال أنه ضغط ضرر ولكن بحكم أن المركز إنتاج للمرافق العمومية الجامعه بزاف من الدوله انه يت الحاجه في اخر قيد نيسان العيد زرين انه ارتأت ينسنت الجمعيات يغرم يتمناد سكنت يد الندوه حول المرافق العموميه الحفاظ على المرافق العموميه بين التخريب الى ربما خانتني الذاكره على عنوان حق الندوه ولكن بصفه عامه يسول على الحفاظ على المرافق العموميه انه وهذه مناسبه ايضا من برنامج بودكاست بلال وشكرا ايضا اللي اختكيت ايضا الفرصه باش نحكي اذا الرساله انه شوف اتسرحت يدنا التجهيز اي تبريد سكرنيات البلاكه يناس تيلي ديك سيدان انه تشيري المستعملين الطريق انه ديك الزرين الدراري من المدرسه الدراري تدو شي كشاب تكستا هادشي انا راه يضر ماشي انت خلاص حتى سكايدي دابو الكاميون قدر الله توقع كان حادثه سير كان الدري ما هاتي لا ديك اتراتاوي توشي يتمونا حيت تكستينا البلاكه وراه تبيني ما خطلات البلاكه كوركين تقولي تكتسى زروط ترستا ما خصها سيت تو تستيم مغروم يعني كرساله يعني كرساله هي خصنا نحاول نحافظها على المرافق العموميه راه ما كان المرافق العموميه معناتها تستغل هادشي استغلت هاتي حافظوا راه يستافد عليك اسكاوني كيس الاجيال ينرد الدور الى استافد هذه مناسبه بالنسبه للبلايك نيبر المصابيح هاد النات خصنا نحافظوا او نرزات كان البلاكه مثلا ما كان مصباح الا مرسيد الرساله للاباء سوني شي هي حتى الاباء او الاباء الا هو الناس تريد يمكن انه الدري واخا يبدا السوله ممكن يسول سي برا ولا نسول سي المدرسه نسول ولكن خصو الاب والاسره دور الاسره حول سوى تسني شر النخ ماشي شر بطبيعه الحال انا خصنا نحاول ايضا ربما اختار غيدا وانا بحكم انني حاضر على الندوه ان الندوه نتمنى الى الحضور ولكن الى الحضور قليل شويه ولكن هذه مناسبه جسنا حافظتها المرافق ما شادو غير اكادير يفختين ابنه تدى الدوله
تخسروا في بزاف الميزانية، ما غير تدو شي كاين ارتكل تيكون مشي لا ما جاش. تسكر ساو كي غيسي مع وانا هادشي ماذا بعد خلاص. والله دا مثلا كان قادر ما شرط نتشرط الطباشير مشي ما كان يا كاين زين. كتاب ديك السيد الكتابه توريين كاين ديك السنت اللي وانا خارج النص الى غير ذلك خصنا حاولت نحفظها هذه رساله حاولت انا حافظات في جدار المرافق المؤسسات من الدوله هذا واش واخا انتني الدوله والو خزنينا يتنسخ راكو اتوه يديك تدى الجماعه مثلا باش تعاود ينصوا حيت مدنا تخربوا تقدر بحال انتني تضيع وانا البيضات تهيئ الجماعه مختيو كان المصالح الخارجيه يظن دندك هي انت وانا اس كذا تخربت هي يعني كي والو هذوك راه كرساله للجميع الجميع لا ماشي الشباب الاباء الامهات الشابات الشباب الجميع يعني اعاده النظر قدام المساله لتخريب المرافق العموميه. وهي النقطه ايضا بالنسبه قلنا المركز او بصفه عامه حاولت نحفظ توضي التراث نتبع ايضا دنيتي اختي جديد نبغي صافي التليفونات وانا التراث حتى هي تودري كرساله حاولت نحفظات تني والو نتيني مزوره خصنا نحاولوا نتيني عوض نتيني يعني والوني دا الساقط تزري التي تسند الرزم ارتيني تني والو لا حول لا حول ولا قوه الا بالله. وكرساله للجميع مهم نتمنى الرساله من السي يوسف على انها تقول الاباء تقول الشباب انه اعاده النظر قدام المساله. وصلنا لنهايه الحلقه. لكل بدايه نهايه. استمتعنا مع با يوسف في هذه الحلقه وخدينا بزاف ديال المعلومات. نتمنى انه المعلومات تكونوا كما ينبغي. شكرا. نقول انا كل توليتك ايضا اللحظه فبارك الله عليك. نتمنى ان شاء الله اني ليك حسن الظن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.